يا كوتش مش عارف اعمل ايه وعلى طول خايف من المستقبل. طب اعتبروا الفيديو ده رسالة كده واحفظوه عندكم واسمعوه كذا مرة. احنا عندنا في مخنا كده، المخ ما بيقدرش يفرق ما بين الخوف الحقيقي والخوف اللي احنا بنتخيله. فيبدأ انت لما تفكر في حاجة انت خايف منها، يبدأ الكورتيزول يعلى في جسمك، يبدأ جهازك العصبي يبدأ يتشد ويبدأ يتوتر لحاجة هو مش عارف هي حقيقية ولا لا. انت بمجرد ما انت فكرت في حاجة خايف منها، هو هيبدأ يديك الاحساس الخوف ويبدأ الكورتيزول يعلى. طيب اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان انت مش خايف من المستقبل اصلا، انت خايف ان انت تفقد السيطرة. انت خايف ان يكون في اجابات، في اسئلة في دماغك مش لاقي لها اجابة. انت عايز دايما تبقى مسيطر، عايز دايما تبقى عارف كل حاجة رايحة فين وجاية منين، حتى الحاجات اللي ربنا لسه ما اذنش بيها. يعني بكرة ده في المستقبل، ده لسه ما اتخلقش، بكرة ده لسه ما اتخلقش. ومع ذلك انت خايف منه، انت خايف منه عشان تجارب قديمة وحاجات مريت بيها، وعمال تبني 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 ان اللي جاي زي اللي فات. طب ما انت ضيعت دلوقتي اللي فات وعدى، وكلنا غلطنا وكلنا فشلنا وكلنا بنعمل حاجات بنندم عليها، بس خلاص وقف ستوب. ابدأ بقى فكر في الحاجة اللي هتبقى عبارة عن ايه، مكونات للمستقبل. مكونات للمستقبل اللي انت خايف منه هو اللحظة اللي انت فيها. ابدأ اشتغل فيها، وما تركزش في ان انت لازم تسيطر على كل حاجة. ما تركزش في ان انا لازم يبقى عندي اجابات كل حاجة. ابني دلوقتي اللي في ايدك، ابني بيه، وقدام ربنا هتلاقيه يكون لك صورة احسن بكتير من اللي انت كنت خايف منها وقلقان منها.